عز ما تكون الدنيا واخدة الواحد تنادينا تلاقينا ثانية الكل في واحد. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان ويعدي بيكي على بكرة خير الشجعان. يا حبيبتي يا أم الدنيا يا أغلى الأوطان، مين ده اللي يقدر يوصل بيك البر أمان ويعدي بيكي على بكرة خير الشجعان. لحظة من عمر الأوطان محتاجة سفينتها الربان، يا مصر يا أول إنسان عرف البطولة وخلتها قدامنا لسه عبر تاني، أحلام كتيرة وعجباني، دي بلدنا مش عايزة أماني، عايزة كفاح من أولها. الواجب، الشرف، الوطن، هذا هو شعار الرجال الذين يطلبون الموت فداء للوطن، يقدمون حياتهم لمصر. هم رجال لا يعرفون للمستحيل ضربا، يخترقون الصخور والجبال ويتحدون الصعاب، يتسابقون لنيل الشهادة في البر والبحر والجو. حياتهم ملحمة بطولية واستشهادهم قربان للكرامة وعزة لمصر. إنهم رجال كتبت في بطاقات تعريف هوياتهم شهيد تحت الطلب. إنهم خير أجناد الأرض. في إطار إجراءات القوات المسلحة لتأمين الاتجاهات الاستراتيجية والجبهة الداخلية وإجهاض المخططات التي تستهدف الإضرار بالأمن القومي المصري، تمكنت عناصر القوات المسلحة وأجهزة وزارة الداخلية من تنفيذ مداهمات للبؤر الإجرامية وضبط العناصر الإجرامية المسلحة، وأيضا مكافحة أعمال التهريب والهجرة غير الشرعية في العديد من محافظات مصر. وقد أسفرت العمليات التي تم تنفيذها هذا الأسبوع عن الآتي: القبض على 679 فردا، منهم 174 فرد خلال أعمال مداهمات، و12 فرد خلال أعمال الكمائن والدوريات، و493 فرد جنسيات مختلفة خلال أعمال مكافحة التهريب والهجرة غير الشرعية. القبض على عدد 2 فلوكة و41 عربات أنواع مختلفة و39 دراجة بخارية وعدد من الأسلحة الرشاشة والنارية والقناصة، بالإضافة إلى 6 جوال من مادة TNT و2,750,000 قرص ترامادول المخدر و20 كيلوغرام جوهر الحشيش وطن ونصف من نبات البنجو المخدر و90 طن من الملابس المهربة غير خالصة الجمارك والتي تقدر قيمتها بنحو 18 مليون جنيه، و14 كرتونة سجائر و220 كرتونة مصابيح إنارة و5 جوال أدوات رياضية، حرق وتدمير عدد 15 نفق و3 منازل وفيلتين بداخلهما فتحتي نفق و19 مقر وعشة للعناصر التكفيرية وعربتين و4 دراجات بخارية. إن التاريخ العسكري سوف يتوقف طويلا بالفحص والدرس أمام عملية يوم 6 أكتوبر سنة 73 حين تمكنت القوات المسلحة المصرية من اقتحام مانع قناة السويس الصعب.
اتسال اللي قبلك اكتوبر يعني ايه؟ يعني البطل اللي جابلك حقي ما كنتش لاقيه. اتسال اللي قبلك اكتوبر يعني ايه؟ يعني البطل اللي سابلك تاريخ بتعيش عليه. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير وحلف ياخد ويخد بتر اخوك الكبير. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير وحلف ياخد ويخد بتر اخوك الكبير. وامانه ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا وابقى ادعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. وامانه ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا وابقى ادعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. دلوقتي ولا بكرة اليوم ده ما يتنسيش، وإن كان اليوم ده ذكرى احييها عشان تعيش. اسأل واقرا وذاكر عن ناس ضحت سنين بس عشان تبقى فاكر مين انت وابن مين. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير وحلف ياخد ويخد بتر اخوك الكبير. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير وحلف ياخد ويخد بتر اخوك الكبير. وامانه ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا وابقى ادعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. امانه ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا وابقى ادعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. والقوات المسلحة على عهدها دائما تضع أمن المواطن وأمنه على قمة اهتماماتها، ولن تدخر جهدا في تحقيق هذه الأماني والدفاع عن شرف هذا الوطن وردع كل من تسول له نفسه النيل من كيانه. حمى الله مصر وحفظ شعبها من كل مكروه. إلى اللقاء. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير وحلف ياخد ويخد بتر اخوك الكبير. شوف كم واحد بجد ضحى عشانك كتير وحلف ياخد ويخد بتر اخوك الكبير. وامانه ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا وابقى ادعي للي عاش وترحم على اللي ماتوا. وامانه ما تنساش سيرة الناس اللي فاتوا وابقى ادعي للي عاش وترحم على اللي مات.